معاوية بعد أن دخل الكوفة ندم على أنه قبل شروط الإمام، ندم على الصلح، لأنه أبصر عن كثب الوهن والانهيار الموجود في جبهة الإمام. قال هي عما يشترط علي وأنا أقبل، هو مع جماعة ضياع، طب هشوف مدى ضياعهم. فانبرى فاجرا ينقض كل الدين، انبرى يجاهر بأني ما قاتلتكم لتصلوا أو تصوموا أو تحجوا أو تزكوا، ما لي شأن بهذا الكلام، هذا الكلام اللي جاء به أبي القاسم ما لي شأن به، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. يا ستار، هذا الحاكم يزعمون أنه يحكم بمنهج الله ويترضى عنه الغافلون، يعلن على الملأ بين أنصاره وبين أهل الكوفة، ولا أقول أنصار أمير المؤمنين فلم يعودوا أنصارا، يعلن مع الكافة أنا لا عايد منكم صلاة ولا حج ولا زكاة، أنا حاكم عشان أحكم، أنا أمير عشان أتحكم. قمة الاستبداد اللي لو قيل في أمريكا اللاتينية، لو جاء رئيس جمهورية في أمريكا اللاتينية انتخب وفق دستور معين، وبمجرد ما جه في الخطبة الأولى قال الدستور ملغي، أنا ما لي شأن بالكلام اللي انتم قلتوا، أنا أحكمكم وبس، لصار عليه حتى الأطفال والنساء. لكن قال معاوية هذا فلا استغضب من هؤلاء ولا من هؤلاء أحدا، ثم زاد الكيل كيلين فقال أرأيتم وإني قد كنت أعطيت الحسن أمورا، فاليوم لن أفله بها وأضعها تحت قدمي. حاكم يدعي أنه مسلم يبدأ خطابه في عام الجماعة اللي بيسموه الجماعة عام الجماعة، وهو عام الضياعة، كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ومن مصادقه مع رسول الله المتظاهرتين عليه كما هو في سورة التحريم. فما الذي يضير الإمام الحسن أن تكون امرأة أراد الله أن يقيم عليها الحجة فأسكنها بيت النور وأغلق قلبها على سواد الظلام، فكانت كسلفتها امرأة نوح وامرأة لوط. دس للإمام الحسن السم، ودس السم في تواريخ الأمم والشعوب. الإمبراطورية الرومانية وهي الإمبراطورية السابقة مباشرة على فتوح المسلمين وقيام الدولة الإسلامية، كان بيحدث صراعات بين القياصرة